تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم الماشية وتحسين أوضاعها وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وفي هذا السياق أصدر جلالته حفظه الله توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. كما سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. هذا البرنامج الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. ويرتكز هذا البرنامج الجديد الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي على 5 محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50,000 مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50% من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم، ويمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين. كذلك إلغاء 25% من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و200,000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين. كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200,000 درهم. المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهم.5، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والمعيز في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام. وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2.5 مليار درهم. المحور الثالث يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجراءات منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والمعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. المحور الرابع يتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. المحور الخامس والأخير يروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات بحلول نهاية سنة 2025 ما يناهز 3 مليار درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
هذا هو العرض اللي تقدم اليوم امام مجلس الحكومه. اما بالنسبه لبعض التساؤلات اللي جات من عندكم الساده رجال الاعلام، كان السؤال على الرابور ديال كونساي ايكونوميك و سوسيال ديال الاستعماره. حنا لابد من التذكير في البدايه بان الفلاحه العائليه الصغيره والمتوسطه كتهم تقريبا 7 المليون شخص، اي معادل تقريبا 54% من الساكنه القرويه، وكتلعب هذه الفئه واحد الدور محوري في الاقتصاد القروي والامن الغذائي وكذلك خلق فرص الشغل. فيما كيتعلق بداك 14.5 مليار درهم من الدعم للفلاحين الصغار، اي 12% من الدعم العمومي، فهذا يعكس فقط وكنبرك عليها قط برامج الدعامات الثانيه فلاحه ديال الفلاحه التضامنيه، ولا يعكس الصوره الشامله لحجم الاعانات ولا الاستفادات لهذه الفلاحه العائليه الصغيره والمتوسطه من مختلف برامج ديال المغرب المخطط الاخضر. استفادت الفلاحه العائليه الصغيره بنسبه 55% من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الاخضر، اي ما يعادل 52 مليار درهم من اصل 94.5 مليار درهم. فيها 21 مليار درهم للتهيئه الهيدروفلاحيه، 11 مليار درهم مساعدات وتحفيزات مموله من صندوق التنميه الفلاحيه، 14.5 مليار من الفلاحه التضامنيه اللي جات في الرابور ديال الكونساي ايكونوميك، 1.3 مليار درهم في اطار حمله تلقيح الماشيه، 2.2 مليار درهم لمكافحه اثار الجفاف، 280 مليون درهم في اطار التامين الفلاحي، 900 مليون درهم لتنميه مناطق الواحات التقليديه، و700 مليون درهم في الاستشاره الفلاحيه لمواكبه وتاطير الفلاحين. وليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحه العائليه الصغيره والمتوسطه، وهي ناتجه عن اكراهات هيكليه مرتبطه بطبيعه النسيج الفلاحي الوطني، وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسم يدعو الى مواصله تعبئه الجهود في اطار رؤيه مندمجه تضع الفلاح الصغير في صلب الاولويات. بالنسبه للدعم والتوجيهات الملكيه، بالفعل تنفيذا للتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، سيتم تنزيل برنامج، هذا البرنامج اللي تكلمت عليه، في تنسيق تام مع مصالح وزاره الداخليه، والدعم قد تشرف عليه لجان باشراف السلطات المحليه، لان اي دعم كيتعطى لواحد كساب في واحد المنطقه نائيه وهذا، ولا بد من السلطه المحليه عندها واحد الدور جد مهم باش توصل هذاك الدعم لهذاك الكساب اللي كيستحق واللي عنده الاناث ديالو اللي حافظ عليهم، وهذا عنده واحد البعد استراتيجي، لان بغينا نكونوا نرجعوا القطع الوطني ديالنا كما كان.